من وانا قاعد في بيتي ساعدت اكتر من 150 حيوان ان هم يلاقوا بيوت تتبناهم. يعني مثلا احدث حالات انقذتها هي الكلبه دي اللي كانت صوابعها مبتوره، والحمد لله قدرنا نلاقي متبني ليها، والكلبه الهاسكي دي اللي كانت بتتعذب برضه وقدرنا نلاقي متبني ليها. ده غير القطط، يعني مثلا القطتين البلدي دول حاولنا، كانوا 5 وحاولنا نلاقي لهم متبنيين، ومع الاصرار والتنزيل المستمر للمحتوى قدرنا نلاقي متبنيين ليهم. خلف الكواليس عشان خاطر نقدر نساعد الحيوانات دي بيكون في شات ما بيني وما بين صاحب الحيوان وما بين الناس اللي عايزه تتبنى، وده مش متخيلين بيضيع وقت قد ايه. علشان كده انا عملت الجروب ده. فكرة الجروب واضحة جدا، اللي عنده حيوان عايز يلاقي له متبني ايا كان نوعه، ان شاء الله حتى سلحفة ولا حوض سمك انت جبته ومش قادر على مسؤوليته، بدل ما تتخلص منه باي طريقة مش كويسة، هتنزل بوست على الجروب وهتحكي قصة التبني دي، ليه عرض الحيوان للتبني، وهتنزل فيديوهات كفاية وصور للحيوان يكون واضح فيها. وانا قبل ما اقبل البوستات دي هاخد القصة قصة وصور وفيديو، وهعمل عنها محتوى شبه المحتوى اللي انتوا عارفينه بتاعي عن الحيوانات، كل واحد بقصته، ونحاول ننزل كتير عن الحيوان نفسه عشان خاطر نلاقي متبنيين كويسين ليهم. على قد ما الفكرة بسيطة قوي، على قد ما هي هتحل مشاكل كتير قوي عندنا والله. لان انا بظلم الحيوانات، لاني بلاقي شات مثلا حد بعت لي من شهر انه كان عايز الحيوان الفلاني، والحيوان ده كان عند حد والحد ده رماه في الشارع، عشان انا ما كنتش سريع كفايه ان انا ارد على كميه الرسائل دي. هسيب لكم اسم ولينك الجروب، فبدل ما الناس تبعت لي خاص ادخلوا على طول مباشره على الجروب واكتبوا اللي انتوا عايزينه، وانا هشوف كل حاجه، وهخصص كل يوم ان شاء الله، هحاول وقت من يومي ان انا اشتغل على الفيديوهات دي. واللي بطلبه منكم حاجه واحده بس، انكم تتابعوا الفيديو بتاع الحلقه بتاعتكم وتتابعوا الكومنتات كويس على جميع المنصات بتاعتي، لان انا هنزل على جميع المنصات: تيك توك، فيسبوك، سناب شات، يوتيوب، طبعا قلت ايه، انستجرام، هنزل على كله. فتابع كومنتات الحلقه بتاعتك في كل المنصات بتاعتي عشان انت اللي ترد وانت اللي تتابع مع الناس، وبالتوفيق للجميع.